لو لسه بتستخدم طريقة الكتابة القديمة في الحفظ فانت ماشي في سكة غلط جدا. فكرة انك بتنسى او مش عارف تحفظ بسهولة ده مش غباء منك، لا خالص، ده بسبب انك بتستخدم طريقة غلط. بس برضو الفكرة مش في انك مش بتعرف تحفظ زي ما انت ما بتقول. هتقول لي انا مش بحس ان انا ذاكرت الا لما اكتب كل الدرس بايديا. هقول لك انا كنت زيك كده زمان، ومن ساعة ما جربت طريقة السبيست ريبيتيشن او التكرار المتباعد وفرقت معايا جدا وحولت طريقة مذاكرتي 100%. انا بطمنك وبقول لك ان هي هتعمل تحول فعلا في حياتك. وحاليا انا الحمد لله ممكن اخش الامتحان احل سؤال صفحة كامل احله عادي. وكمان الطريقة دي ساعدتني جدا في حفظ كلمات الانجليزي في ثانويه عامه، وساعدتني في منهج ثانويه عامه جدا اني اخش الامتحان فاكر كل اللي خدته على مدار سنه كامله. الطريقه دي اسمها السبيست ريبيتيشن او التكرار المتباعد، وهو انك مثلا بدل ما بتقعد في صفحه الكلمات تقعد تقرا فيها كتير، لا انت هتقراها مره كويس وتسيبها، تقراها تاني وتسيبها، تقراها تالت وتسيبها في نفس القعده، بعدين تسيبها خالص وبالليل قبل ما تنام تقراها مثلا مرتين او ثلاثه تاني، بعدين بعد 3 او 4 ايام تقراها مرتين او ثلاثه تاني، بعدين في خلال اسبوع تراجع عليها مره، بعدين كل شهر مثلا تراجع عليها مره لو انت بنتكلم على منهج ثانويه عامه. هي الفكره عموما ان انت بدل ما تكرس وقتك وتقعد تحفظ كله مره واحده وهو كده كده هيفضل في الذاكره قصيره المدى، لا انت احفظه دلوقتي بسهوله على طول وبسرعه، مش لازم تتك عليه قوي، وسيبه يوم وارجع راجعه تاني قراءه سريعه، سيبه اسبوع وارجع راجعه تاني، ده هيخليني هو يخش في الذاكره بعيده المدى ويتحفظ بسهوله. احفظ الفيديو وجرب الطريقه دي بقى وارجع احكي لي عملت ايه معاك، وما تنساش تبقى اثر طيب وتعلم تفيد الناس.